السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام، إليكم أخبار الأهلي السعودي. لكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تعادل النادي الأهلي السعودي مع نادي القادسية بهدف لكل منهما ضمن مباريات دوري يلو للدرجة الأولى السعودي. تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي بخطاب رسمي لنظيره نادي التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب فهد الرشيدي. وأعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي يوم الأحد التعاقد رسميا مع اللاعب فهد الرشيدي في صفقة انتقال قادما من نادي التعاون. أفادت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي قد طلب من نظيره في نادي النصر التعاقد مع حارس المرمى نواف العقيدي. وأشارت المصادر وفقا للرياضية إلى أن إدارة النصر تدرس مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جيرسيا مدى إمكانية الموافقة على عرض إعارة نواف العقيدي. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أنه حال موافقة على العرض سينتقل نواف العقيدي للأهلي بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني في خليج 25 بالعراق.